السلام عليكم، مساء الخير، اهلا بحضراتكم. فيديو جديد وحكايه جديده، وعادل حسن يحييكم وفيديو من الاخر. اليوم والقمه 131 ونهايه سعيده للنادي الاهلي. النسر الاحمر يغرد منفردا اليوم، والفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد. وحسين الشحات هو الاسطوره ونجم اللقاء اليوم، ويقلب الموازين القوة ويبدل الفرحة من 100 عقبة ونادي الزمالك وضواحيها، ويذهب بالفرحة والسعادة إلى الجزيرة وضواحيها. أيضا النادي الأهلي اليوم ويكسب كثيرا ويصعد من المركز الثامن إلى المركز الثالث. مبروك كل جمهور النادي الأهلي وكل محبين ومشجعي وإدارة النادي الأهلي. فوز مستحق بالنادي الأهلي، العزيمة والإرادة، الفريق الأحمر حتى النهاية لا يستسلم. ونادي الزمالك يغرق في دوامة المشاكل والمستحقات والإدارة. حاجات كتير عايزين نتكلم فيها اليوم عن هذا اللقاء المرتقب الذي كان كل في انتظار هذا اللقاء. ومباراة قوية، هارد لك للاعيبة نادي الزمالك الذين يستحقوا كل التحية وكل التقدير. والنادي الأهلي اليوم يعود في الشوط الثاني، وكلمة السر حسين الشحات الذي حضر اليوم وحضر معه السعادة إلى جمهور النادي الأهلي، وفوز بهدفين تلو الآخر، ويفوز النادي الأهلي في نهاية المباراة ويكتب شهادة السعادة والفرحة لكل جمهور النادي الأهلي. اليوم مباراة للنادي الأهلي للتاريخ، النادي الأهلي بتاريخه ولاعيبه، وفعلا شعار اليوم الأهلي ولاعيبه ومن حضر اليوم في هذا اللقاء. كل لاعبين يستحقون التحية والإشادة والتقدير، والنادي الأهلي دايما يغرد. والنسر الأحمر اليوم يعود مرة أخرى إلى دائرة الانتصارات ودائرة المنافسة، ويبعث رسالة قوية جدا لكل المنافسين بأن البطل يتعثر ولكن يعود. وهذه هي رسالة النادي الأهلي وشعار النادي الأهلي. النادي الأهلي حتى اللحظات الأخيرة، ولدغة النادي الأهلي اليوم لنادي الزمالك ولاعبيه وإدارة نادي الزمالك كي تعد درس وتعود مرة أخرى بنادي الزمالك.